الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. عايزين نجهز نفسنا دلوقتي عشان نطلع نحج رجالا ونساء. هنعمل ايه؟ كل الحاجات اللي المفروض نعملها، ننظف نفسنا من كل حاجة، نزيل شعر العانة وشعر الإبط ونقص الأظافر وكل الحاجات اللي المفروض ان احنا نشيل الأوساخ دي علشان يبقى عندنا تهيؤ إلى ان احنا نعمل الحج بتاعنا، ونبدأ نعمل الاغتسال الشرعي زي ما عملوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نغسل أماكن العفة أمام وخلف، ونتوضأ وضوء الصلاة بغسل كل عضو مرة واحدة بس، وبعدين نخلل فروة الراس 3 مرات، وناخد الرقبة مع الشق الأيمن وتعاهد الثنايات. ايه الشق الايمن؟ تعاهد الثنايات اللي فيه تحت الابط، تحت الثدي، تحت البطن. وناخد الرقبه برضو مع الشق الايسر وتعاهد الثنايات، ثم نفيض الماء على الراس، وهذا اكمل وجوه الغسل. خلصنا ويجي لنا السؤال التالي: يا دكتوره، لما خلصت الاغتسال واجي اسرح شعري بيقع، اعمل ايه كده؟ عليا فديه؟ حبيبتي، هو انت كنتي لسه أحرمتي؟ ده انت يا دوب استعديتي للإحرام، فما عملناش حاجة، فاحنا حرين إن شاء الله كمان نحط طيب ونعمل اللي احنا عايزينه، بس بشرط إن الطيب ده ما يكونش مباشرة هيتلبس وراه الملابس فيحصل التصاق بالرائحة في الملابس، وهنا غلط. المفروض إن يبقى فيه فاصل شوية بين الطيب وبين الملابس عشان ما يلتصقش بيه الرائحة فيه. طيب، وبعد كده هنصلي ركعتين الإحرام بتوعنا وننوي النسك اللي احنا عايزين ندخل فيه، ونشوف هندخل بأنه نسك، وإن شاء الله نقوله في حلقة جديدة. لكن النهاردة بس نتحضر للإحرام عشان نبدأ صح ونقطة من أول السطر.